هنبدأ نتعلم يعني ايه OOP في البايثون Object Oriented Programming. أول حاجة، ايه هو ال OOP؟ كفكرة أساسية ان انا بدل ما اكتب الكود بطريقة انها تكون عشوائية، انا هبدأ ان انا انظم الحاجة ديت. هنظمها في ايه؟ هنظمها في حاجة اسمها Object. الأوبجكت اللي هي ديت ايه؟ اللي هي المسميات بتاعة الأجزاء اللي موجودة عندي، زي مثلا ان هو يكون عندي طالب، زي ان يكون عندي مثلا عربيات، او ان انا يكون عندي يوزر. كل جزء من دول اسمه اوبجكت، وكل اوبجكت بيكون ليه حاجتين مهمين. اول حاجه هي البروبرتيز بتاعتها والميثودز بتاعتها. فالبروبرتيز بتاعتها يعني ايه؟ يعني معناها البيانات اللي انا بقدر ان انا اديها له، زي الاسم، زي العمر، وهكذا. اما الميثودز زي الوظائف اللي هو بيقدر يعملها، بيمشي مثلا، بيسجل، بيجري، بيلعب، بيطير، ايا يكن بيقدر ان هو يعمل فانكشن معينه. ايه هي؟ طيب، احنا ليه ممكن نكون بنستخدم ال OOP بدل ما انا اكون بكتب الكود بطريقة عادية؟ اول حاجة ان هو بيحل لي مشكلة ان انا الكود عندي بطريقة متكررة، بطريقة تكون مش مظبوطة، انها تكون بالنسبة لي واضحة، مش بترتبة بطريقة انا اقدر ان انا اقرأ فيها. فببدأ ان انا احاول احل المشكلة ديت. طب ازاي انا ممكن يكون الكود عندي مش بطريقة مظبوطة؟ لا، انا الكود عندي مترتب. لا، لما يكون عندي متكرر اكتر من معلومة كان ممكن اختصرها في معلومة واحدة، يبقى هنا ساعتها الكود بتاعي يعني متكرر على الفاضي. لما يكون عندي الكود مش قادر ان انا اعدل على جزئية معينة، فدي برضو عندي فيها مشكلة. لما يكون عندي في معلومة بتتكرر أكتر من مرة، وكان ممكن إن أنا أستخدمها بطريقة واحدة إنها تضيف لي كل المرات الباقية، يبقى دي برضه نفس الفكرة، مشكلة. فساعتها نقدر إن احنا نستخدم إيه هو ال OOP. فعندي 4 حاجات أساسيين. هنبدأ إن احنا نتعلم يعني إيه class object، يعني إيه ال encapsulation، يعني إيه ال inheritance، يعني إيه ال polymorphism. طيب، أول حاجة إيه هو ال class وال object؟ خلينا ناخد مثال عليها. فرق ايه الفرق ما بين الكلاس وما بين الاوبجكت؟ الكلاس هو بالظبط كده هوت لما انا اكون عايز اعمل تصميم لحاجه معينه. عايز اعمل مثلا تصميم للمستطيل دوت، عايز اعمل تصميم بالنسبه لي كده هوت مثلا ليه عربيه معينه. يعني فلنفترض هنا دي عربيه معوقه شويه، فاحنا عايزين نعمل تصميم للعربيه ديت. فده التصميم بتاع العربيه. احنا عايزين نقول ان هيبقى التصميم بتاع العربيه ديت فيه عجل، في بالنسبة لي ان هو ازاز، في بالنسبة لي مثلا صاج بتاع العربية، في بالنسبة لي هيكون محرك علشان هو اللي هيكون بيحرك العربية، في موتور مثلا، وهكذا. طيب، الاوبجكت بالنسبة لي هو التصميم بقى بتاع العربية نفسه، يعني ان انا اعمل العربية، ان انا من دول اروح قايل انا هعمل عربيه. لان انا ممكن من دول اقول لا ده انا هعمل مثلا موتوسيكل، لا ده انا من دول ممكن اعمل طياره، فالطياره هزود عليها مثلا ان هو حاجه كمان جناح. فانا على الكلاس دوت، او على الفيتشرز اللي موجوده، او على الخصائص الصغيره اللي موجودين دول، هزود عليها خاصيه كمان علشان ابتكر اوبجكت جديد. الاوبجكت الجديد مثلا فلنفترض اللي هي طياره. لا ده انا عايز اعمل حاجه جديده مثلا، انا هعمله بالنسبه لي ان هو هيكون موتوسيكل. لا انا بالنسبه لي هزود على دول او هشيل ديت مثلا وهعمل ان هي تكون عجله، ايا يكن. فدي الصفات المعينه اللي موجوده عندي، اللي هي الكلاس، اللي انا بديله اسامي معينه ليها، وبديله ميثودز معينه اللي هي الفانكشن اللي هو المفروض يكون بيشتغل عليها. ومنها انا ببدا اقول انا هخترع منهم حاجه، اللي هخترعه ايا يكن هي تعمل ايه. مثلا مثال تاني، لو انا هاجي واقول ان انا عندي عايزه اعمل حاجه جديده، فهيبقى عندي كلاس. الكلاس دوت جواه ايه؟ صفات مختلفة. مثلا فلنفترض صفات لمكنة معينة، فصفات المكنة المعينة ديت هتبقى تقول ان هي عايزة موتور، هتقول ان هي عايزة برضو صاج عشان يحميها، هتقول ان هي عايزة مثلا تبريد. فاحنا عندنا الحاجات دي. طيب، من الحاجات دي اللي انا عايزها، عايزة اخترع حاجة تكون اوبجكت. ايه الاوبجكت اللي انا عايز اخترعه؟ انا هخترع مثلا تكون تلاجة،
انا هخترع مثلا انها تكون في تلاجة، هخترع مثلا ان هيكون في تلفزيون، وهكذا. هبدأ من دول. انا شايف ان الحاجات ديت او الصفات اللي موجودة عندي ديت كلها تخترع لي اوبجكت، الا هو اوبجكت ايه؟ اللي هي الاكشن معين اللي نفسه، او الحاجة اللي اقدر ان انا المسها واقدر اقول ان انا اخترعت حاجة معينة. انا لو عايز ابدا ان انا اعمل كلاس، بعمل ايه؟ بكتب كده هو كلمه كلاس، وبكتب ان هو مثلا اي حاجه انا عايزه اسميها. عشان اكتب ان هو اسم اللي انا عايزه اسميه، فبكتب student، بعمل ان هو سطر مثلا، واعمل باس ده معناه ان هو فاضي، بس ده معناه ان انا كريت كلاس اسمه student. عليها انا ممكن اعمل حاجه زي كده ازاي؟ هاجي واقول له كلاس مثلا، وعندي في الستودنت بتاعتي دوت هيكون اسم الكلاس بتاعي، وهاجي واقول له ان هو انا عايز اعمل بالنسبه لي ان هو ايه الفاريبلز بتاعتي، الاوبجكتس اللي هو المفروض بتاعتي، الحاجات البيانات اللي انا المفروض ادخلها على الستودنت، من اسمه، من سنه، من هو بيتحرك ما بيتحركش، وهكذا. بس احنا كبدايه احنا بنكتب في الجزئيه اللي احنا هنعملها دلوقتي البيانات اللي هو المفروض يكون هيعملها، اللي هو الاوبجكتس اللي هو المفروض يكون هيشتغل عليها. انا زي ممكن اكتب حاجه زي كده، باجي ساعتها اهوت بعمل له ديف. حلو، بعمل دبل اندرسكور، وبكتب له ان هو INIT. حلو، ديت معناها ايه؟ دي معناها الكونستراكتور بتاعي اللي هيبدا يقول لي انا هنا هوت هخزن، انا فانكشن اتعملت عشان اخزن جوايا الفاريبلز اللي انت المفروض، او البيانات اللي انت المفروض هتيجي تعملها. طب البيانات اللي انت المفروض تيجي تعملها دي اسمها ايه؟ اسمها سيلف. سيلف ديت انا هاجي اقول له مثلا عندك نيم وعندك ايج، يعني معناها ان ديت بالنسبه لي اوبجكت هيشاور على البيانات اللي انا المفروض هكون مشغلها له، او المفروض ان انا هكون مدياها له. طيب انا علشان اخليه يشاور على حاجه زي كده، ممكن يشاور عليها ازاي؟ هبتدي اكتب له ان هو self دوت name equal name، وهاجي اكتب له ان هو برضو self دوت age equal age. حلو، ده كده معناها ان انا بالنسبه لي عندي دلوقتي جوه الكلاس اللي اسمه student، بدات علشان اجي اعمل له ان هو اتريبيوت، ان هو يفهم الفانكشن انها تفهم. عملت له فانكشن اوبجكت، الاوبجكت دوت قال لي انا هشاور على النيم وهشاور على الايدج، عشان دول البيانات الوحيده اللي المفروض موجوده عندك علشان تيجي تقولي لي ان انا عندي بيانات لكلاس الستودنت. حلو، انا ازاي بقى ممكن ادي داتا للستودنت ديت؟ هاجي اقول له مثلا student 1. الستودنت 1 دوت علشان ابدا ان انا اديله، فمعناه ان انا عايزه انادي كلاس، فانا كده بنادي الكلاس، وجوه الكلاس في تو فاريبل بالنسبه لي، بس 2 من الداتا اللي انا المفروض اديها له. اديله ازاي الداتا ديت؟ قال لي اول حاجه ان هو عنده اسم، خلاص ماشي. تاني حاجه ان هو عنده سن، خلاص تمام. يبقى انا بالنسبه لي اول فاريبل اسم، تاني فاريبل بالنسبه لي السن. لو جيت عملت كده هوت بالنسبه لي S1، نشوفها جواها ايه. هيقول لي ان هوت انا خلاص الفانكشن بتاعتي او الداتا بتاعتي اتحفظت فيها نوعين، بس انا جيت شغلتها لقيت ان هو ما طلعليش حاجه. ما طلعلكش حاجه علشان انت قلت له ده جواه كله ايه. اما انا عايزه اقول له جواه تحديدا الاسم اسمه ايه، اسم الستودنت دوت 1 اسمه ايه، واسم او مثلا والسن بتاعه ايه. علشان اقول له حاجه زي كده هو المفروض اعملها ازاي؟ باجي اقول له S1. حلو، S1 بقى دوت ايه؟ انت عايز تعرف ايه؟ انا عايز اعرف النيم. هيقول لي علي. طب S1 دوت انت عايز تعرف ايه؟ هقول له الايدج. فانا علشان اجيب الفاريبلز او اجيب الاتريبيوتس او اجيب الاوبجكتس اللي انا المفروض ان انا عايز استخدمها من هو اجيبها ازاي؟ باجي اعمل من هو فاريبل عادي، ده student 1 2 3 لحد الاخر، وبقول له الكلاس بتاعي جواه 2 كده هو بيانات من الاثنين. هم ما عندوش غير هم اتنين مثلا عنوانين، اي حاجه زودت له عنوان، زودت له بيانات تانية معينه موجوده عنده، مش فارقه. علشان اقدر ان انا انادي ده، او علشان اقدر ان انا انادي دوت، باجي اكتب له نوت S1 النيم وS1 للايدج. طيب النيم دي بقى هي النيم دي ولا هي النيم ديت؟ ولو ما نفس الفكره الايدج ديت هي ديت ولا ديت؟ يعني انا لو جيت كده اهوت كتبت مثلا رحت عملت سيف، فرنيت تاني، وجيت هنا اهوت واشتغلت، جيت هنا اشتغلت، هل دي ممكن تيجي تشتغل لو انا عملت له النيم بتاعي ولا لا؟ بالنسبه لي ان هو لا. ليه؟ يعني ده معناها ان انا بالنسبه لي ديت الاسم اللي انا بحطه، ده اتريبيوت انا بحطه علشان اسميه في الفاريبل ده. يعني ده هو النيم ده
الايدج هي الايدج ديت، انا ما ينفعش ان هو اغيرها. ليه ما ينفعش اغيرها؟ عشان هي متسجله عنده انها اسمها نيم. بس انا ان هو اقدر اغيرها، اقدر اسميها بالاسم اللي انا شايفه ان هو يتغير. انا ممكن اسميها ان هو اكس، واسمي بالنسبه لي ان هو واي، بس في الغالب احنا خلينا نسميها باسامي طبعا واضحه علشان كلين كود، وعشان يبقى ظاهر ان احنا عايزين نسمي ايه. بس نبقى عارفين ان الفاريبل ده هو اللي انا بنادي عليه علشان يقدر ان هو يشتغل. فانا لو جيت كده اهوت، فيقدر ان هو يشتغل عليها ويعملها. الميثودز المفروض ان هو يعملها ديت يعني فانكشن المفروض يعملها حركه، حاجه نضيفها. انا هو ضفت له بيانات، اسمه، سن، عنوانه، طوله، وزنه، الحاجات ديت. اللي بقى الحاجات الحركه اللي هو ممكن يكون بيعملها، الاكشن اللي هو المفروض مثلا بيكون بيعمله. ممكن مثلا يكون الطالب دوت بيجيب جريد معين، ممكن يكون الطالب دوت بيجيب مثلا بيجري، الطالب دوت بالنسبه لي مثلا بيسافر، ايا يكن اكشن هو المفروض ان هو يكون بيعمله. ازاي ممكن اضيفه هنا اهوت؟ اضيفه على الكلاس بتاع الستودنت اللي المفروض موجود عندي. باجي كده اهو وبنزل شويه، ويجي عند نفس الصف بتاع ديف ديت، وباجي بعمل له كمان ديف. نفس بقى فكره الفانكشن، فانكشن عاديه جدا. هاجي اقول له مثلا ان دوت الجريد بتاعك، اسم الفانكشن بتاعتي جريد. حلو. من اسم الفانكشن بتاعتي الجريد ديت، انا باجي وبقول له انا هشاور على الاوبجكتس اللي المفروض موجوده عندك هنا. عشان اشاور على اللي هناك دول، مع محتاجه اعمل ايه؟ بكتب له سيلف. يعني معناها ان سيلف ديت تقدر تشاور على الحاجات اللي موجوده عندك فوق. طيب شاورت عليها تعمل ايه؟ نقطتين، وهتنزل تحت، وهتيجي تقول له مثلا اعمل لي برنت مثلا من اسم الطالب اللي هيكون موجود عندي دوت. فلنفترض ان احنا نيجي نقول مثلا ماي نيم. حلو. ونيجي نقول له ان هوت سيلف مثلا لاسمه على طول. يبقى انا دلوقتي هيقول لي ان الاسم بتاعي ماي نيم دوت على سيلف للطالب اللي هو المفروض هيكون موجود عندي. طبعا احنا ممكن نعملها بالطريقه دي، ممكن بالنسبه لي عادي جدا اروح قايله له اف اللي احنا عرفناها، نيجي اقول له ان هوت برضو نفس الفكره ماي نيم مثلا از ايا يكن، وهروح اقول له عندي دي القوسين بتوعي، وبعمل له نفس الفكره، اقول له سيلف دوت نيم. نفس الكونسبت بتاعها، لا اللي اعمله كده لا اللي اعمله كده. طيب من دي عملت ايه؟ عملت فانكشن يقدر ان هو اي طالب بقى موجود، هاجي اقول للطالب الفلاني ده جاب جريد كويس، جاب ده بيجري، والطالب التاني ده ما بيجريش. ممكن اشغلها ازاي بقى الفانكشن بتاعتي ديت؟ من حيث ان انا اشغل الفانكشن دي، يعني معناها ان انا عايز انادي زي ما ناديت هنا هوت للطالب ده، انت دلوقتي اللي هيكون عندك الاكشن ده. بما اننا عندناش غير هو طالب واحد، يعني انا لو جيت هنا اهو، فانا كده ما عنديش غير هو طالب واحد. خلينا نعمل طالب كمان. انا بالنسبه لي بقى عندي طالب تاني، كده بقى عندي 2 من الطلاب. الطالب الاولاني اسمه علي، الطالب التاني اسمه محمد. انا بالنسبه لي الطالب الاولاني المفروض ان هو هياخد جريد مثلا، يبقى هو هيقول له ساعتها ان انا اسمي بالنسبه لي كذا، انا اللي واخد الجريد العالي. عشان انا دي واقول له كده اهوت، يبقى انا ساعتها بكتب له ان هو اس 1 بالنسبه لي، واعمل له دوت لاسم الفانكشن بتاعتي، باخدها كده واقول له ساعتها اسم الفانكشن. طب اسم الفانكشن ديت جواها حاجه جديده تشاور عليها؟ لا، هي بتشاور على الحاجات القديمه اللي موجوده هنا اهوت جوه. فانا اقول له سيلف هنا اهوت، بسيبها هنا اهوت فاضيه زي ما هي، هو مش محتاج مني حاجه جديده، هو بيشاور على الحاجات اللي موجوده فوق اللي انا فعلا خزنتها له واديتها له هنا اهو. طب فلنفترض ان انا عملت له مثلا دبل اي، دي هتكون واحده جديده. ماشي، ده كده اسمه بالنسبه لي كلاس جديد. ورحت عملت كده اهو، وما عملتلهوش اسامي هنا اهوت. انا مش هنادي على دي، انا هنادي على دوت الاولاني. لو جيت ناديت على، هي متسجله الاولاني، فطب خلينا مثلا، او خليها عادي اس 1، ودي بالنسبه لي مثلا 3. هو مش موجود، هو مش لاقي الفاريبل اللي موجود عنده ده. فانا لازم في الاول خالص طبعا بنادي على الستودنت اللي هو الكلاس بتاعي اللي موجود هنا هو، واديله طبعا الاوبجكتس اللي المفروض موجوده عندي هنا هو. وبعدين الميثودز بتاعتي اللي هي الحركه او الفانكشن اللي هو المفروض يكون هيشتغل عليها، ايه هي؟ اي بقى اي فانكشن من المحطوطين هنا.
فخلينا هنا اهوت دي نشغلها نفس الفكرة. بس عايزة اديها للستودنت التاني نفس الفكرة. حلو. طيب لو انا قررت اقول ان لا انا عايز اعمل تراك مثلا لاسامي الكورسات بتاعة الطلبة. يعني انا بالنسبة لي كل واحد هيجي يقول لي انا هاخد كورس معين، انا هاخد الكورس التاني، انا هاخد الكورس التالت، وهكذا. كل مرة بنضيف كورس جديد، او كل مرة عايز كاونتر يعد بحيث ان انا اخليه يفضل يقول لي احنا هنزود كذا، احنا هنزود كذا، احنا هنزود كذا. انا ديت انا ممكن اعملها ازاي؟ برضو بنفس الفكرة. انا علشان اضيف حاجة يعني معناه ان انا محتاج كاونتر. الكاونتر اللي المفروض يضيف دوت هضيفه ازاي؟ يعني معناها في variable محتاج يبقى من الصفر ويزود. variable من الصفر ويزود يبقى اكيد مش هيكون هنا اهوت، يبقى هيكون هنا اهوت من بدايه الكلاس بتاعي. طيب من بدايه الكلاس بتاعي مثلا احنا هنسميه نمبر مثلا للستودنت بتوعي. نمبر الستودنت بتوعي ايه؟ احنا من الصفر، احنا ما بدأناش ولا ضفنا اي واحد. مثلا هنضيف 20 طالب. طيب عدد الطلاب اللي المفروض موجودين مثلا في الكلاس اللي بتاعي دوت، يعني معناه ان انا كل مره هضيفهم. اضيف يعني معناه ان انا محتاجه اعمل كاونتر. طيب انا محتاجه اعمل كاونتر جوه ولا بره؟ انا محتاجه اعمل كاونتر بالنسبه لي اهوت علشان يعد على اسامي الطلبه اللي موجوده عندي. يعني معناها ان انا هاجي اهوت وهقول له الستودنت اللي موجود عندك ده حلو، ضيف لي عليه كاونتر عليه ايه انهي فاريبل دوت الفاريبل اللي هو المفروض يكون بيعد عندك هنا. طيب هتضيف عليه ازاي؟ دي بقى زي ما بنضيف ادي بالنسبه لك ان هوت انت بلس ايكوال 1، كل مره هتيجي تضيف واحد. طيب انا لو جيت ان هو ضفت واحد وعملتها كده، خلينا على جزء صغير او خليها النص صغيره ثانيه عشان نعدلها بس. طيب لو جيت ان هو ده الطالب بالنسبه لك مثلا الاولاني أهو. طيب لو جينا هنا هو عملناها وخلينا نجيب له هنا ان انا هضيف طلاب من اللي موجودين عندي. ازاي انا ممكن اضيف طلاب من اللي موجودين عندي؟ هي بالنسبه لي اس 1 مثلا دوت اول طالب من الطلاب اللي انا المفروض قايل ان انا عايز اضيفه له. هضيفه له ازاي؟ هقول له نفس الفكره. ادي الستودنت بتاعك، من الستودنت بتاعك احنا عايزين نضيف حاجتين. انا محتاج اضيف علي مثلا، ومحتاج اضيف مثلا ان هو عنده 10 سنين. لما انت تكون عندك 10 سنين او خليها قبلها نشوف الكاونتر بتاعنا اصلا جواه قد ايه. يعني محناها الستودنت اللي جواه دول فيه عدد طلاب قد ايه اصلا. فانا عشان اشوف عدد الطلاب بنادي عدد اسم هو اسم الكلاس بتاعي، وبنادي ان هو الكاونتر اللي هو المفروض موجود عندي في قد ايه، في صفر. يعني معناه ان هو ان انا ما عنديش ولا طالب المفروض. لو جيت هنا هو ثانية هو لسه شايف بس لو انا بالنسبه لي ان هو دي كده student اهي student ماشي. لو انا كده دلوقتي ضفت له طالب واحد، جيت احتجت ان هو اروح ضيف له الطالب التاني بتاعه، احتجت ان هو ضفت له الطالب مثلا التاني، خلينا كده التاني بتاعه، وده هنسميه نو مثلا. حلو كده بقى المفروض معاه طالبين. الطالبين اللي موجودين عندي دول انا دوست كام رن؟ لان تفرق. انا دوست بالنسبه لي ان هو مرتين. لو جيت وقلت له معاك دلوقتي كام طالب، كام طالب دوت يعني معناها ان انا هاجي واقول له او اجي ارن على دي 3. ليه؟ انا ضفت ان هو اكتر من مره، انا رنيت اكتر من مره. يعني انا جيت رنيت ده كده كمان، وجيت ان هو ضفت، المفروض ضاف لي 5 عشان انا 3 مع الاتنين ضاف لي 5. جيت رنيت هنا كمان
عمل لي ان هو بقى 7. فانا كل مره لما هاجي ارن انا كده كاني بضيف طالب جديد بطالب اللي موجودين. هل هيكون اسمه اس 1 واس 2 واس 3؟ ما انا كده عماله اضيف في الكاونتر. هو هنا هو عشان احنا بس عاملين ان كل ما انت هتيجي مره تضيف في الكاونتر هتيجي تعمل. طيب ناخد مثال تاني علشان نفهم فكره الفانكشن والاتريبيوتس اللي المفروض موجوده عندي. انا دلوقتي لو عندي مثلا للستودنت، والستودنت دوت انا عايز اضيف عدد من الكورسات الزياده، بدل ما انا هكون بضيف له مثلا كاونتر لعدد الستودنتس اللي المفروض موجودين عندي، لا انا عايز اضيف مثلا للطالب الاولاني 5 كورسات، للطالب التاني هياخد مثلا 7 كورسات وهكذا. ممكن اعمل الحركه ديت ازاي؟ خلينا ناخد ديت. ده بالنسبه لي انا مش عايز اعد، انا كل اللي عايزاه ان هو يكون موجود عندي ان هو اهو التو اتريبيوتس اللي المفروض موجودين عندي. طيب من دول احنا قلنا ان احنا عايزين نضيف له عدد من الكورسات اللي المفروض تكون زياده. طب عدد من الكورسات اللي المفروض تكون زياده ديت انا المفروض ممكن اعملها ازاي؟ كورس ده يعني معناه ان انا هعمله ان هو فانكشن بتعد عدد كورسات. جميل. يعني بالنسبه لي ان هو دخل مثلا وعمل كورس، دخل مثلا ضاف كورس، دخل وضاف كورس دوت يعني معناه ان انا عملت ان هو سيل. طيب دخل وضاف كورس دوت الفاريبل اللي انا المفروض احطه بتاع الكورس احطه يبقى اجباري على كل الطلبه ولا يبقى اجباري على الكورسات؟ بمعنى لازم الناس الطلبه كلها اللي تكون داخله لي اكيد يكون عندهم اسم واكيد يكون عندهم سن، بس ممكن طالب بيكون داخل لي لا لسه ما اشتراش الكورس دوت مثلا، هو دخل بس خلاص اتفرج كده هوت ومرضيش ان هو يشتري كورس. يعني معناها ان الفاريبل اللي المفروض موجود هنا هوت يبقى موجود على الكورس دوت او يبقى موجود بس على الفانكشن دي. حل. طيب من الكورس بتاعي دوت انا هاجي واعمل له كده هوت نقطتين. طيب من دي احنا اتفقنا ان انا دلوقتي طالما في اتريبيوت كده هوت جاي لي جديد داخل عليها جديد يعني معناها ان سيلف دي بتشاور عليها. هل ديت شاورت على الاتنين دول؟ طيب وديت طيب تعمل ايه؟ دي ما تشاورش عليها؟ لا طبعا تشاور عليها. يبقى بالنسبه لي انا هو تاجي واقول له كده هو سيلف دوت بالنسبه لي ايه؟ دوت بالنسبه لي كورس. طيب الكورس دوت المفروض ان هو يكون بيعمل ايه؟ والله الكورس دوت المفروض ان انا بضيف. انا عايز من الكورسات اللي انت المفروض تكون بتاخدها دي تضيف تأبند، انت كل مرة تأبند. طيب احنا اتفقنا ان الفاريبل ده مسمى متغير انا اللي بقدر اتحكم فيه، وان الفاريبل اللي موجود ده هو ايكوال للفاريبل اللي موجود هنا. طيب يبقى معناها ان انا باجي اقول له ان الفاريبل ده المتغير بتاعك وهنسميه كورسز مثلا، انا عايز اعمل فيه ايه؟ انا عايز أأبند عليه، اضيف عليه هنا الكورسات اللي المفروض ان هي هتيجي تدخل لي من الفاريبل اللي موجود عندي هنا. جميل. طيب انت كل كورس بقى من اللي المفروض هيتضاف عندك دوت انا هاجي اعمل فيه ايه؟ هاجي اعمل له مثلا برنت، وهاجي اقول له ان هو من البرنت بتاعتي مثلا بالنسبه لي خليها نقول ان انت اسم مثلا الطالب النيم بتاعه. يعني انا ينفع ان اشاور على الحاجه اللي موجوده فوق عادي. ثانيه اشاور ان على اسم الطالب واجي اقول له يا اسم الطالب انت تعالى انت مثلا اشتركت مثلا بالنسبه لي ان في الكورس انت كورس مثلا كورس معين او ان كورس. حل ان كورس ايه بقى بالنسبه لي ان المفروض ان هو هياخد كورس كمان، الكورس بتاعك اللي انت المفروض انك انت حطيته. الكورس بقى بتاعي دوت هل ديت الفاريبل اللي انا المفروض اكون حاطاها له ولا دي؟ لا دي. ليه؟ لان دوت الفاريبل اللي هو المفروض يتحفظ فيه او ان هو المفروض يتابند عليه الاتريبيوتس اللي هي المفروض اكون داخله له او الانبوت اللي المفروض هيكون داخله. انا هضيف عليها ازاي؟ انا محتاجه ان list علشان اقدر ان انا اضيف على الفاريبلز اللي المفروض موجوده عندي دي. طب انا لما احتاج ان انا اضيف مش محتاج ان انا اقول له دوت هيتضاف على اسامي الطلبه، يعني معناها محتاج ان تحط له لسته. الليسته دي هيبقى بالنسبه لي ايه؟ الليسته دي هتكون بتشاور بالنسبه لي على الكورسز اللي المفروض موجوده عندي، يعني معناها بتشاور على الاتريبيوتس اللي المفروض موجوده عندي هنا. ده الفاريبل اللي محتاج ان تقول له دلوقتي الكورسات بتاعتي هتتضاف هنا. فتاني الاتنين دول متضافين على اساس ان انا دلوقتي بتوعها الاسامي الاساسيه.
وبعدين جيت قلت له اعمل لي ده اتريبيوت دوت بالنسبه لي الاسم الجديد اللي هيتضاف على الكورس اللي هو الفاريبل اللي هو المفروض موجود عندي دوت بقى بيتضاف عليه ده الفانكشن او ده الاتريبيوت اللي المفروض بتضاف عليه اللي هي الليست بتاعتي. الليسته بتاعتي ديت بالنسبه لي فين اهي فاضيه، بحيث ان انا كل مره هاجي واضيف فيها. انا كل مره هاجي اضيف فيها. طب انا هضيف ازاي طالب جديد؟ بقول له عادي جدا S1 بالنسبه لي للستودنت بتاعتي، خلينا نرن دي للستودنت بتاعتي، باجي بقول له ان انا عايز اضيف طالب جديد علي مثلا، وباجي اقول له عنده مثلا 20 سنه، طالب كده الجديد الاولاني. طيب الطالب الجديد اللي المفروض الاولاني دوت انا هضيف له كورس جديد، فعشان اضيف له الكورس الجديد دوت وهاجي اقول له تعالى. طيب انا هنا هو محتاج مني ادخل له حاجه ولا لا؟ ان هو كان محتاج مني ادخله حاجتين. ليه؟ لان هو عنده حاجتين. سيلف ان هو فعلا محتاج مني ان انا ادخله اتريبيوت معين، ادخله حاجه زياده كمان. طب ان انا ادخله ايه؟ ان انا ادخله مثلا AI. بقى بالنسبه لي علي، خلينا نسميها حاجه تانية. طيب يعني محمد بالنسبه لي خد فعلا كورس الاي اي. ليه؟ عشان انا هو ضفت له AI. طيب لو انا جيت وقلت له لا والله هو كمان مثلا هياخد كورس كمان، ياخد كورس مثلا داتا، يبقى هو بالنسبة لي هياخد كورس كمان، نضيف له حاجة كمان ان هو ياخد كورس ده، وهكذا. يبقى انا محتاج او انا ازاي اعرف ان انا اضيف variable جديد هنا هو، بحيث ان انا ابند مرة مثلا على الداتا، او ان انا اكتب له ان هو الفاريبل بتاعي واعرفه له في الجزئية دي. ممكن اعرف الفاريبل دول يكون اساسيين للكلاس كله، ممكن اعرف فاريبل معين اساسي بفانكشن معين. لما احب انادي الفانكشن ديت تحديدا، ساعتها ادخل له الفاريبل اللي هو المفروض ان هو يكون عايزه يعمله.